جمهور المية يا جمهور المية، انا همشي مش انتوا اللي هتمشوا. هم جمهور، هم اصحاب النادي. انت لاعب بتلعب في النادي عشانهم، مش بتلعب في النادي عشان نفسك ولا عشان انت. هم اللي عملوك الجمهور ده. اوعى اي لاعب ينسى نفسه في مصر، اي لاعب، اقسم بالله. اي لاعب في مصر اللي عامله الجمهور، اقسم بالله كمان مره. اللاعب اللي بقى عامله الجمهور ويتكبر على الجمهور ما بقاش لاعب كرة قدم ولا يفهم حاجة في الكورة. الجمهور اللي عاملك، انت من غير الجمهور ولا تسوى اي حاجة. والله الجمهور اللي بايده يرفعك وفي ايده ينزلك. الجمهور دوت هو اللي ممكن يذلك للارض وممكن يعليك للسما تبقى نجم النجوم ويخليك اسطورة من اساطير اي نادي. لكن انت لاعب تتنك على الجمهور، الجمهور هيديك على وشك. هو هيخاف منك ولا بيخاف منك اصلا؟ انت ليك عند ايه عند الجمهور؟ جمهور رقم واحد، تديله حقه زي ما بيديك حقك. وقت الانصاف بينصفك، ووقت النكسة بيدعمك. لما يجي يتكلم معاك ويديك نصيحة الجمهور، ما تزعقش للجمهور وتقول له جمهور المية. جمهور الاهلي جمهور كبير، ما ينفعش يتزعق فيه خالص. ولا اي جمهور في مصر، ولا جمهور الزمالك، ولا اي اتحاد، ولا الاسماعيلي، ولا المصري حتى. لازم تعرف انك بتلعب في النادي الاهلي يا كهربا، انت وامام وبرسيتاو وعمر كمال. اشاعات، مش عايزين نطلع نتكلم كتير في السوشيال ميديا. وده يقول لك انا ما ببصش على السوشيال ميديا. لا، كله بيبص على السوشيال ميديا، كله بيتفرج على السوشيال ميديا، كله قاعد 24 ساعة على السوشيال ميديا. انت ما بتعملش حاجة غير لما بتروح افراح وتروح عند اسلام سعد تلبس لي بدل. ده اللي انت فرحان فيه. وتروح فرح ام محمد وفرح ام ابراهيم وفرح سيحة وميحة. مش عارف انا. ركز في الكورة وركز في النادي الاهلي. لاعب من اول الموسم سيء يا امام، ما عملتش غير ماتش العين اللي لعبته.